موقف غريب وهحكيه لكم كده على السريع. الموقف ده حصل لي سنة 2008. كنت شغال مندوب مبيعات في أحد الشركات الكبرى اللي هي بتاعت الحجرة القلم. حجرة القلم والترش والكلام دوت. المهم بعد ما اشتغلت كده بسنة سنتين كنت ماسك القلم أبو زعبل والجبل الأصفر وشبين القناطر والحتت دي كلها. جه المشرف بتاعي قال لي الحاجات، المنتج بتاعنا غالي قوي، لان في حاجه اسمها الزنك بتستخدم في الحجاره القلم ديت والحجاره الترش والكلام ده زاد قوي بقى الضعف. قلت له يعني زاد كام؟ قال لي الكرتونه ام 600 جنيه بقت ب 1200 جنيه، والكرتونه ام 1200 جنيه بقت ب 2400 جنيه. طبعا انا صعقت. انت بتتكلم في ضعف الاسعار، مفيش حد هيشتري، مستحيل اللي حد يشتري بالاسعار دي، خلاص كده. انا كان التارجت بتاعي كله كان 35000 جنيه. المهم طبعا انا فكان في اول الشهر واول التارجت قمت محمل العربيه بتاعتي كلها طبعا، وانا نازل وكده كده عارف ان مفيش حاجه هتتباع. كنا بنبيع بقى الحجره الريموت. الحجره الريموت كان ساعتها كانت ب 500 جنيه، وصلت ل 1000 جنيه، اللي هو الشرينكات والكلام ده، كان اسمه شرينكات والكلام ده. نزلنا وابتدينا اللي احنا نشتغل، طبعا انا والمناديب كلها وانا كنت معاهم، وبسم الله نبدا. وطبعا انا مقتنع بقى ان مفيش حد هيشتري، الاسعار راحت الضعف، مين اللي هيشتري؟ كان التارجت بتاعي 35000 جنيه. هوبا بعد ما نزلت لقيت العربيه بتاعتي كلها اتسحبت، كله ما فيش ولا حجر اتبقى في العربيه. بقيت ماشي اضرب كف على كف، طب ده ازاي الكلام ده يا جماعه؟ ازاي؟ المهم الاقي نفسي التارجت بتاعي 35000 جنيه، المفروض حتى طب ابيع الضعف عشان فرق الاسعار. يعني التارجت بتاعي 35 بقى 70000 جنيه. الشهر ده كنت انا بايع ب 160000 جنيه. الكلام ده معناه إيه يا جماعه؟ الكلام ده معناه اللي السوق، والسوق بالذات السوق المصري، لما البضاعه بتغلى مش معنى كده ان الدنيا تقف. طبعا انا فهمت غلط، انا بقى كنت لسه جديد في البيع، انا كنت طبعا فاكر ان مفيش حد مش هعرف ابيع حجر واحد. طلع العكس تماما. تمام. ارزاق مقسمها الخلاق. سبحان الله. طب حد بقى عنده يعني فكره الكلام ده حصل ليه؟ يا ريت بس اللي عنده فكره الكلام ده حصل ليه يبقى يكتب لنا في الكومنتات. تحياتي للجميع.